الخير، صباحكم ورد من وين بلاد المحبة، أو مساءكم سعادة. ورد من وين بلاد المحبة. وحشتوني 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 مرة، بدي قاعدة بخركم. كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. اشتقت القناة مرة. طبعا الفيديو هذا يعني ما أدري إيش أقول، يعني هو من تصوير 2022، بس ما قدرت يعني لأن كنت في فترة نقل، كنت تعبت بعدين فترة كده. ف يعني ما في وقت مرة، سبحان الله. وكل ما أعدل عليه يروح. آخر شيء تعديلات كانت على صوت واحد. المهم فكرة الفيديو هذا هو كرافت أند آرت روم، يعني غرفة الرسم والكرافت. الفكرة هذه أخذتها من يوتيوبر روسيات وأمريكيات ومن جميع أنحاء دول العالم، بس الأغلب يعني اللي هم الروسيات والأمريكيات. الروسيات في الكرافت يعني أغلب اللي أتابعهم. ف تستفيدون، يعني تشوفون الأفكار اللي عندي، التنظيم اللي عندي. ممكن إنكم تسوونها، يعني تستفيدون منها. كل ما أجدد سنة أصور يعني إيش أنا جدد إيش سويت، وهكذا نتبادل يعني الأفكار فيما بيننا. فهذا هو فكرته يعني. ف يلا بسم الله. طبعا أنا صورت وإحنا يعني صورت لما خلاص إني أنا يعني خلاص في نفس اليوم أنا صورت وناديت البنات يشيلوا معي الأغراض من المدرسة وكذا. خلاص يعني راحت نقلت البيت الثاني الجديد. فلما جددتها ما استفدت منها الروح. يعني كلها شهرين، اللي هو شعبان استفدت منه، نهاية شعبان حتى، ورمضان وشوال. احنا نقلنا نهاية شوال، يعني تقريبا التصوير هذا كان نص شوال لما بدينا أشيل في الأغراض حقت البيت وكذا. وتأخر المونتاج أنه الستيل أنا كان أصور بالكاميرا بدون ما أشوف، يعني حتى لو طلعت فيه اهتزازات كثير بدون ما أشوف يعني. فالستيل كان عاكسني، والمشكلة إني أنا برضو كنت مبهدلة. فكان لازم إني أضبط يعني الفيديو، قصصت منه وحاولت إني أختصر قدر المستطاع يعني. طبعا شايفين هذا هو الباب. الباب كان لونه بني، خلت العمال يبونوا بنفس البوية اللي اخترتها. بس عيبه انه ما صنفروا الخشب، فالخشب كان لمعة يعني، فما صنفروا حتى البوية، لا بقوا كذا يعني على السريع. فقلت يلا مشكلة أصلا يعني هي إحنا ناقرين كذا. فغيرت لون الباب وحطيته الستيل، وحطيت له الورق الذهبي هذا. الورقة هذه الذهبي برضو استخدمته في المقابض حقت الأدراج. وحطيت الستارة هذه طبعا لأنه الشباك هنا فيه ضوء وفي لمبة، فحطيت النبتتين هذه هنا صبرتني كذا كزينة يعني، مع مكرمية للتعليق. وحطيت قطعة بلاستيك عشان لما أسقي ما تنزل الموية على الأرض أو توسخ المكرمية. هذه هي شكلهم دحين. وأنا أسجل الصوت برضو يعني صورتي يعني في أماكن طالع، فأضطر إني أرجع أضبطه. وهذا هو شكل الغرفة من برا. الباب هذا هو. الغرفة صغيرة لكن يعني أنتجت فيها أشياء وتعلمت فيها أشياء مرة ذكريات. طبعا حطيت الستيل هنا أقول لكم، وأقول لكم ورق الذهب. طبعا أنا لما سجلت الفيديو المايك حق الكاميرا ما كان مركب صح، فما ظهر أي صوت في الفيديو. فرجعت يعني أسجل مرة ثانية برضو في اللابتوب، نفس المايك ركبت في اللابتوب ما ظهر الصوت. الظاهر ان العيب برضو في المايك نفسه. فعادي دحين انا اسجلكم بسماعة سلكية حقت الجوال. سامسونج. هذه برضو الزاوية كانت على شوية نباتات شلتها، وهنا الأغراض يعني بديت يعني أصفط وكذا. بس قلت يوم بديت بدل ما أفرغ الغرفة خلوني أوريكم يعني الغرفة إيش سويت فيها، نستفيد من الأفكار. أنتم برضو شاركوني. بسم الله على بركة الله، صلى الله وبارك على محمد. هذه هي الغرفة صغيرة، لكن يعني كل الأشياء اللي أنتجتها في ذيك الفترة كنت أشرح لكم من هذه الغرفة. منتجات أسويها من هذه الغرفة، منتجات الطباعة، منتجات الكرافت، منتجات يعني كل شيء كان أسوي من هذه الغرفة. هذا التاريخ اليوم اللي صورت فيه، الاثنين 9 مايو 2022، الساعة 8:37، الساعة 8:30 الصباح. بس طبعا كان آخر شيء باقي إني أغيره في الغرفة السرير، ما غيرته خلاص ناقني. جددت، خليت العمال يسووا لي البوية، ركبوا لي الأباجورات، الإضاءة يجددونها.
مكيف خرب سبحان الله كذا من نفسه خرب. رحت اشتريت مكيف جديد وسوالي الفرمات هذه وسوالي ورق الجدران، وانا جيت حطيت بس الستيل وجددت الدواليب. طبعا الدواليب هذه المكاتب والدواليب هذه انا مركباها بنفسي، يعني اشتري اونلاين واركبها بنفسي. فجددتهم من نفس ورق الجدران والستيل اللي والبوية اللي تبقى من العمال. هذا المكان الزاوية هي اللي أكتر شيء أشتغل فيها. وهذه أدراج حتى ما ترتبت صح، يعني خلصتها وخلصت الغرفة وخلص جاء النقل. زاوية الطباعة بعدين بحكي لكم كل مكتب كيف كان. هنا مكان العمل، منطقة العمل والتصوير. من هنا كنت أسوي شروحات، شموا البخور. يلا نقول بسم الله على بركة الله. ندخل. هذا أول شي الباب. أول ما نقفل الباب حنلاقي عندنا الله يكرمكم هذه جزامة تتعلق في الباب. أنا إيش سويت؟ حطيت فيها لفات التغليف ولفات المعادن والشفاط حق التغليف والفينيل حق الطباعة. الفينيل والفويل كله حطيته هنا جمعته، فصار شكلها مرتب وأقدر أستخدمها بسهولة. طبعا لأنها صارت ثقيلة فرحت زودت، أوريكم إن زودت مسامير يعني في الوسط وكذا، وعشان ما تتحرك ولأنها ثقيلة فتصير شكلها مو مرتب، فهذا ثبتها. بس هذه فكرتها. طبعا الباب لأنه إذا كان مفتوح ما راح تشوفون هذا المنظر. هنا أقول لكم إني أنا غيرت الإضاءة وفي أماكن العمال يعني مو مبونات تمام. طبعا السقف كان لونه وردي وفضي فكان يحتاج طبقتين ثلاث، فمو ضابطين يعني شو اسمه البوين. حطيت أباجورات جديدة. هنا أقول لكم إن الفرمات ركبوها. الفرمات طبعا ما هي جبس، لا الفوم هذا المضغوط ورق الجدران. طبعا البوية لونها رمادي، بس رمادي فاتح مرة يعني. كنت أشرح فأنا ناس يعني إيش كنت أقول. أول شي نبدأ بسم الله. هذه الأدراج أخذتها من جرير وللأسف يعني تفككت يعني من الجوانب، فقمت إيش سويت؟ حطيت لها اللصقات هذه. بعدين لما نقلتها بوريكم الطريقة اللي سويتها عشان يضبط مع ينفكون بس من الجوانب، يعني صارت راخي فما تمسك الأدراج صح. طبعا أنا تقريبا شلت بعض الأغراض فاللي بتشوفونه شوية. هذه أوراق للكرافت. طبعا أنا ما يحق لي، ما عندي رخصة إعلان فما موثق، فما أقدر يعني أقول لكم شيء منيش، بس لأني مدربة فنون وفنانة تشكيلية فأقدر أتكلم يعني في مجالي فقط، يعني عشان تستفيدوا منها بس. يعني أدوات الرسم والكرافت بس لأنه مجالي وليس إعلان. هذه أشياء أستخدمها. طبعا أوراق الكارت ستاك هذه اللي أستخدمها في التيمات. هذا الدرج برضو قديم حاطة فيه الكتب ويكون بجنبي يعني عند السرير. برضو سويت له ديكوباج وبواقي الستيل برضو حطيته معه. وهذا السرير بس بخيته بلون ذهبي. اللون الذهبي يجنن لون ذهبي معدني بخاخ، يثبت ثبات فظيع فظيع، لاني جربت على كذا منتج قبل ما اسوي في السرير. سعره لكم عليه بس مره ممتاز، حتشوفونه معي في الفيديو في البوكس حق البخاخة. طبعا حطيت لمبتين بسيطة كذا نازلة أباجورات، المفروض تكون أنزل عن كذا بس عمري ثبتها بهذا المستوى. أفكر دحين أجيبه وأحطه في غرفتي الجديدة. المفرشة برضو أخذته مع أحد المواقع. القطعتين البيض دي لوحدها والقطعتين الرمادية دي لوحدها، والمخدة الفرو كذا هذه لوحدها. حلقي وجعني. نيجي هنا. هذه أدراج برضو حاطين الأشياء اللي أستخدمها في الليل بس، يعني لأنه في النهار أنزل تحت
وفي الليل واذا عندي شغل اكون في الغرفة هذه، يعني لما انام واذا عندي شغل في الغرفة هذه، لكن ملابسي وهذه في غرفة ثانية في البيت الشعبي. طبعا هنا اقول لكم ان هذه نقالات عادية حقت الاكواس وحقت التقديم يعني، وحطيت لهم المنظم هذا حطيتها فوقها، فصارت زي الدرجين كذا مع بعض. وعاجبني ان الحركة الذهبية بالذهبي الإطار ده، وهو نفس الديكور حقي، فعجبني مرة صار مرتب شكله. طبعا قلت لكم الدواليب والمكتب والأدراج كلها أنا مركبتها من الصفر بيدي، اللي كانوا متابعين لي سناب شايفين المراحل معاي كاملة، كيف سويت ديكوباج، كيف ركبت، كيف. والمقابض كانت فضي حطيت لها ورقة ذهب. أول درج في مناشف شوية أغراض فحم وكذا، هذه حقت توزيعات العيد. ثاني درج اللي هي حقة الطباعة التيشيرتات، وهذا برضه للطباعة التيشيرتات اللي كنت أسوي لها الطباعة، وهذه برضه طباعة تيشيرتات للطباعة. طرابيزة بسيطة هنا عندي مصحفي وكتابي منادي، بس يعني هذه تكون جنب السرير يعني. أحيانا أرسم على السرير ما أرسم على المكتب، مين مثلي أحيانا أرسم على السرير ما أرسم على المكتب. أول مقطع أحسن إضافة فبأرجع أسوي هذه مويتي. أحسن لكم يتفرجون. بسم الله. هذه نكتة الزامي الوحيدة اللي بقت معايا، نقلتها وما شاء الله عايشة اليوم. فحاطاه هنا لأن أنا ما تحب الإضاءة العالية، هنا ما في إضاءة. هذا الدولاب برضو أنا ركبته من الصفر وقديم يعني، فقمت جددته يعني، البوية الورق الديكوباج، وحطيت الستين، فصار يعني شوية لايق مع الغرفة. ما أدري الفكرة دي سويتها، يمكن البعض يشوفها غلط ان كل شيء نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء، يعني ما في شيء يفصل. هنا شوية اشياء بخور المحرم والسجادة حاطتهم على جنب. هنا العطور حقتي البخور حتى ملابسي كنت مبهدلة بس احاول اغطي اللي اقدر عليه. اوه هذه الشنطة كنت ابيعها، شوفوا هذا حنفتحها لكم. الشنطة هذه بعتها منها كمية والله ما شاء الله. وقفت. هذه برضو حلوة مرة يعني، عشان كنت الفترة اللي قبل ما نشتري البيت ونقول يعني كنا سفر 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 يعني بعد كورونا، بعد الحج صرنا نسافر كثير يعني. فهذه الشنطة أسافر بها معايا يعني، أقلام الفحم كذا الأشياء البسيطة عشان أرسم شوية لما أطفش أرسم. ما أنا في السفر والله ما الواحد ما يفضل إنه يرسم إلا أشياء بسيطة. الفيديو لأنه كان هذا كوزمو، طبعا هذا شاش كوزمو، والبطارية حقه طبعا ألعاب وما عاد اشتغل. المقطع كان ظاهرة فيه مرة فاضطريت اني اقصه يعني، كان فيه الالوان الزيتية. العلبة اللي تحت ذهبي مثل شنطة المنظم كذا، هذه كانت الوان زيتية. هنا الدرج فيه الاشياء اللي ابيعها وعدة الكاميرا، لابتوب قديم يعني، اشياء زي كذا، مناديل، بطانية كذا صيفي خفيفة. ففيه بعض الاشياء هنا. الرسومات في هذا الملف حذفت مقطع الملف كامل، حتشوفوا لك مقطع ثاني ان شاء الله حصور يعني من جديد. هذا درس كله أسلاك وذكريات، وأنتوا زي تحتفظون بالكراتين حقت الجوالات. عندي جوالات كثيرة قديمة ومحتفظة بالجوالات ومحتفظة برضو بالكراتين حقتها. هذه الأسلاك. هذه الشنطة اللي تحت النحاسية هي حقت الألوان الزيتية، فتحتها صورتها بس بعدين شفت المقطع مرة طويل فقلت خلينا أشيله. وهذا الدرس كله ملفات ذكريات، ملفات بعض أعمال الجامعة يعني كذا، برضو شهايد وكذا يعني، أشياء زي كذا خفيفة. التراخيص حق البرامج، ففي أشياء بسيطة يعني، دفاتر الذكريات حقت الثانوي المتوسط. هذا أنا متوسط باقي عندي دفتر، أتذكر أمي شالت الكرتون كامل رمته. هذه المساحة الجدار هذا قلت أخليه فاضي. طبعا هذه طبعا كان حط فيها بوتس، هي أصلا للأسماك تتعلق في الجدار، بس أنا كانت فكرة كنت حاطة فيها بوتس، بس ما لحقت يعني، كنا نسافر كثير فأغلب الشجر مات فما لحقت إني أسويه. هذا طبعا نقالة الإطار، هذه نقالة انكسرت كان في مراية فشلتها وسويت لها ديكوباج سريع
وحطيت فيها واحدة من الرسومات. طلعت مرة حلوة. طبعا التغطية مو قزاز، التغطية عادي بلاستيك شفاف حق التغليف. الجدار هذا حبيت انه يكون فاضي لانه الغرفة مزحومة، الغرفة اصلا صغيرة واشغالي انا كثيرة. عندك هنا مكتبين برضو ما شاء الله، هذه من الاشياء اللي كنت ابيعها برضو طباعة. الستارة انا ركبتها برضو، اخذتها من المواقع كلها يعني، عدة الستارة والستارة نفسها. هنا المكتب هذا اللي في الوسط هو القديم، المكتب اللي في اليمين اقدم منه. بس ايش سويت؟ القطعتين هذه فوق اللي عليها اجهزة، الدرجين هذا اصلا ركن كوفي اشتريته حتى قيمته رخيص، وقلبته وثبته ورجعت سويت له ديكوباج مع نفس الدولاب عشان احط عليه الاجهزة. فرش. هذه الملعقة حقت البان باستيل، هذه البان باستيل. هذا طبعا العربات هذه، حتى العربات هذه كان لها فيديو مقطع مقارنة من المواقع، كل موقع أخذت عربة ومقارنة في الجودة كذا. فهذه البيضة حاطة فيها الألوان، ألوان الباستيل، ألوان الخشبي. الاسفنجات. هنا برضو أشياء ما لقيت لها علب حاطاها كذا. أقلام الرصاص، جيرنال، أقلام الفحم، بيبيو. الكوبك التعبئة، كوبك التعبئة حق درجات البشرة. كل الدرجات لقيتها إلا الأسود، دايما ما ألاقي التعبئة حق الأسود. أقلام فحم برضو، وهذه رهيبة تعبئة، مقاس كبير، 2 ملي و3 ملي و4 ملي. وهذه أنا ألوان مائية كذا أخذتها وعبيتها في علب زي كذا، هذا خاصة ألوان مائية. هنا البخاخات، مثبتات الألوان، هذه أخذتها مؤخرا. هنا هذا حق الإكسسوارات، كنت حاطة فيه مقاس وأشياء زي كذا يعني، فمعلقتهم في نفس العربة. فكرة يعني كتنظيم، يعني إذا عندك عدد كثيرة. العربة هذه أحسها يعني ما أعتقد في فنان مع عدد العربة. شوفوا الغبار عليها. خلاص ما عاد أنظفها، صار ناقدين. هذا الفحم أنا أدور له ما أدري وين والآن. ترى في أشياء إلى الآن ما قد فككتها في كراتينها يعني، لسه يعني غرفتي الحالية ما قد جاهزة. فيبر كاست الخشبي، باستيل كاركتر، برضو كاركتر باستيل. أحب هذه الشركة فيبر كاستل. باستيل زيتي. أقلام مال جيلي رول. وهذه حقة الشعر، صبغة مؤقتة استخدمها كنوع ألوان مائية، مرة تهبل. هذه ونسر ألوان مائية، أظن فاضية، ضاعت القطعة اللي فيها يعني الألوان. العربة الثانية حاطة فيها ألوان الإكريليك وشوية عدد من فوق. المساطر، وهنا الأشياء السكاكين حق الرسم. هذه أشياء أعبي فيها الأشياء يعني كذا، قمعة حق التعبئة، الأشياء اللي زي الرمل وكذا. عدد حقة هذه كلها عدد يعني حق عجين، عدد حفر خشب يعني زي كذا. بلتة، هذه هي الحبر اللي أستخدمه في الطابعة، فباقي فيهم شوية، فكنت أفكر إني يعني أستخدمهم يعني مع الألوان أدمجهم أستفيدون وكذا. ماريالا. وهذه بلتة فيها علب يعني عشان تحفظ ما يجف الألوان. البوص، أقلام البوص حقة الخط. مساطر تقطيع ومساطر عادية. خذ وخل. هذه الغرفة أعشقها، أعشق الأدوات هذه. اللهم صل على محمد، صلوا على النبي محمد. اللهم صل. ألوان الأكريليك طبعا حاطاتهم هنا. اللون الأسود هذا طبعا وصلت هنا بعد لما جيت أنظم جاف فرميته. هذه ألوان زايدة اللي يبغوا العمال، فعندي هنا درجات ما شاء الله قديمة يعني حتى ما شفت. ألوانها مرة قوية بس كصبغة، لكن متانتها خفيفة يعني ما تعطيك طبقات سمك، خفيفة مرة. العربة الوردية. هذه بلتات حقت الرسم، وحطت منظم، بلت شفاف، بلت دفتر، بلت هذا حق السحر كيف اللي يعجن فيه، أخلط فيه الرمل. وهذا حق لعبة، بس فكرت أحط فيهم حاجة يعني ما أتذكر، بس أتوقع لما وصلت هنا رميتها. منشفة ريحة بدات الألوان المائية. شموع، منظم هذا الداير أحط فيه بعض الأشياء، بخاخ موية. وهذه برضو حقت الفراش.
ألوان حرير، ألوان قماش. وهذه كذا منظمات فيها فرش اشتريتها مؤخرا، مرة حلوة جودتها، برضو اللي أنا طلبتها أتوقع منه. هذه حاجة في مجالي، يعني ما أقدر أتكلم عن حاجة مي في مجالي. موجودة بنو، موجودة في علي إكسبريس. رويال، أقلام فحم رويال، أقلام رصاص فيبر كاستل. هذه الأطقم العلم اللي كذا. استدر، أقلام باستيل استدر. شوفوا الكاميرا تتحرك لأني أصور بسرعة. هذا قلم خط برضو مشطوف باركر، قلم خط باركر برضو مشطوف عربي. برضو استدر، أقلام رصاص استدر. رصاص مائي فيبر كاستل. وهذه أقلام نيو خشبية من كاركتر. هذه ألوان مائية أنا معبيتها، ألوان مائية كيو برضو. هذه هفتح العلبة تشوفونه. من الكاميرا فيدة تكون ثقيلة فعشان كذا فيها اهتزازات، شكلي أحتاج إلى مانع اهتزاز. أيوة هذه هي شكل عبيتها. هذه الألوان مرة رهيبة، أخذها من علي إكسبرس بالحبة. وهذه كيو معروفة مشهورة، ما ظن في فنان. جسو، أشياء بعض الوسائط هنا. الشنطة هذه أحط فيها الأشياء اللي تضيعين هنا، أجمعها في الشنطة هذه. شايفين مسكات ولصق. وهذه ألوان حرير، ألوان حرير وألوان طباعة. هنا بعض الوسائط، المات والورنيش والأشياء اللي زي كذا. وهنا برضو ألوان إكريليك ثقيلة. وهنا برضو وسائط الديكوباج وملح الأعمال الفنية. هذه الكاميو اللي أبدعت فيها، طبعا قديمة مرة الإصدار هذا. فهذا هو جهاز الكاميو اللي استخدمه للقص والطباعة. طبعا هذا الدرج متحرك اللي عليه الكاميو. جهاز الكاميو هذا يتحرك له كفرات ويتحرك، أقدر أوديه يمين يسار عادي يعني. فأنتوا تحسوا المكان ضيق، لا مو ضيق، أنا أسحبها كده وأشتغل براحتي. هنا أشرح إنه هذا المكتب هو أقدم مكتب اللي تحت، بس زودت عليه بقطعة زي ما قلت لكم اللي فوق. هذه حق كورنر حق قهوة، قلبته وسويت له ديكوباج مع نفس الدولاب، ثبته بمسامير وقلبت الأدراج وضبطتها وحطيت عليه الأجهزة. هذا كرسي صغير، هذا كرسي استخدمه لما أكون على الكمبيوتر، استخدمه يعني عشان الكاميرا والطابعة، أحطه هنا اللابتوب وأشتغل. وهذا طبعا شغل ثاني للتصوير وكذا. هذه اللي هي القطاعة المعدنية. الدرج الأول هذا البوكس اللي فيه حق التوصيل، البوكسات ولا الأكياس حق التوصيل والشحن، حاطاهم في البوكسة هنا عشان تكون قريبة مني. بعد ما انتهي من الشغل والطباعة كذا خلاص هذا يكون قريب. هذه طبعا التغليف الحراري. هذه طابعتي اللي أنا أستخدمها إبيسون. وهذا سلاك التوصيل. طبعا الدرج الأول في درجين طبعا. طبعا لو لاحظت أنا حاطة لدة من ورا شو اسمه موف أعطيها منظر يعني. أسلاك وأجهزة وعدة الطباعة، الأختام، وهذه صناعة الأختام. وهذا الدرج برضو فيه أجهزة حق الفويل وسيديهات. هذا كفر شريته عشان أسوي نفسي طباعة وما سويت نفسي إلى اليوم. بعض الأشياء ترى ما لقيتها إلى الآن يعني، بس في كراتين يعني ما تفتحت، في أشياء ما قد فتحتها إلى الآن. خلاص نجي الدرج هذا سحب طبعا هو. وهذه عربة هنا رابعة، هذه عربة مخصصة الكرافت، حاطها قريبة مني. وهذا الكرسي، نشيل الكرسي اسحبه عشان أوريكم يعني الترتيب اللي هنا. هذه العربة مخصصة للكرافت، شوفوا كلها خرامات مقصات عن أشياء خاصة بس الكرافت ولا الكاميو والطباعة. أفضل عربة عندي يعني، لها تعليق من الجنبين ومثل البوكسات من الجنب الثاني. هذه حقة الحفر على الخشب.
هذه حقة الأختام بس ما قد استخدمتها. وهذه عشان أنظف فيها المعادن من الورق الزايد. وهذه أظن حقة الرسم على المعادن. وهذه حقة أختام. وهذه عدة كرافت بسيطة يعني للجلد. أيوة للجلد، صناعة الجلد وكذا. هذه عدة بسيطة يعني مبدئية، ما قد جربت يعني إني أسوي أصلا على الجلد. مناديل جنب هذه، طبعا هذه حقت مفرغات الورق والقطعات المعدنية. وهذه حدة حقت الأكسسوارات. طبعا هنا الأختام بالحبر، والأختام على الورق اللي هي تعتبر رز الورق، لها اسم ناسي الموضوع نهائيا. وقطاعات، هذا تعتبر على الورق. وهذه اللي تحت كلها قطاعات، كلها قطاعات. وفي أكثر من هذه الكمية طبعا، بس يعني طبعا هذه بس المميزة يعني اللي يعني تقص صح. في بعض الأشياء اشتريتها رخيصة ما تقص لي صح. حتى القطع هذه اللي أحطها بالجهاز حق القطع حق الورق احتياط يعني حاطاهم كذا علشان. نيجي هنا تسجيل صوت حس حقي مرة. طبعا هذا الدرج كله سكتشات. هذه رهيبة حقت الكانسون، كان عليه عرض أخذت 3. الدرج اللي تحته السكتشات، أنا بقول لكم الدرج اللي تحتها طبعا هنا الأجهزة، الصمغ وما صمغ الدريل وهذه الأشياء البخاخة. السكتشات صورتها، بعدين قلت عشان المقطع صار مرة طويل فلغيته، قلت أسوي فيديو لوحده أحسن، وعشان برضو ما يكون الفيديو ممل فلغيته. وهذا الدرج فيه رولات حقت الكروش ايش اسمها هذه، وبعض اشياء التغليف حاطاهم هنا. طبعا هذه كلها شلتها خلاص نهائيا، لاني ما راح استفيد منهم، ولها سنين ما استفدت منها. هذا درج برضو في بعض الاجهزة حاطاهم كذا على جنب هنا. وهنا بعض هذا الدائرة اللي شو اسمه القصيص، هذه كلها بس لمبات لمبات حاطاهم هنا. نيجي للمكتب، هذا برضو من المكاتب القديمة اللي ركبتها. هذا برضو منظم قهوة. فأنا ايش سويت 3 ديكوباج من جديد، وطبعت عليها بالفويل الذهبي، الفينيل الذهبي. من نفس ورق الجدران ومن نفس البوية، بس غمقت البوية شوية وبس. سويت 3 تعتيق من الأطراف وطلع شكلها مرة حلو. جبت علب غطاها ذهبي. وهذه حقة الترتر اللمعة، هذه كانت لونها أسود فبخيتها بذهبي عشان تصير يعني كذا مضبوطة. العلب هذه طبعا دبابيس ومشابك، وهذه الأشياء اللي أستخدمها برضو حق التفرغ. هذه برضو الجلتر اللي بالحراري، الجلتر الحراري. فحطيتهم هنا. شكل الستيل فضحني، تعبت أنا لما أقصص الفيديو، قعدت بصراحة تعبت مرة. طبعا شايفين الحركة هذه معلقت، هذا برضو في فيديو قديم سويته زمان. جبته وثبت الأغطية، بعدين ثبت فيها القزازة. وهنا الجلتر الخفيف العادي، الجلتر العادي مش الحراري. وخلاص هذه الأشياء اللي أستخدمها يوميا. وهنا أشياء حقت التغليف اللي يوميا حق الطلبات يعني تكون كذا. المكتب غلفته كامل. طبعا هنا أقول لكم إنه تأثر، لأن ورق الجدران ما نفع للسطح فتأثر مرة يعني، رغم إنه ما استخدمت فترة طويلة. فأحط المات أخبص عليه براحتي يعني عشان أحافظ على المكتب. هذه أفضل لمبة فيليبس أخذتها اللي ضاع التصوير، وهذه ضاع التصوير طبعا. السلة هذه فيها استيكات وشتيب. والعربة هذه فيها زي ما انتم شايفين جمع انواع الصمغ. هذه هنا منظم للقطاعات والطي، لآلات القص والطي. والبراية الكهربائية شفتونها. وهذا منظم في الأقلام وما الأقلام، الأشياء اللي استخدمها يعني بشكل مستمر، اللي بشكل مستمر فحاطاهم هنا. هذا الجورنال منظم حقي، أنا طابعته برضه، مصممته وطابعته أنا. وهذه في بعض أشياء الطباعة والأختام يعني اللي أستخدمها على طول. لكن بقية الأشياء شوفوا في الدرج اللي فوق برضه سهل. هذه الأختام إلى الآن ما لقيتها، تخيلوا. بعدين خايفة إنها جفت، بعدين لا يعني سعرها مرة يعني مبالغ.
زي هذه الصينية الدحين اللي شفتوها، يعني مجموعة ما ادري كم لون ب500 ريال بالضبط، 500. غير النوع الثاني اللي هنا اوكسايد، احبار اوكسايد، الحبة اقل شيء 35 ريال، مدري 39 يعني. هذه ذكريات روسيا قديمة مرة، لسه محتفظة لليوم. طبعا هذا المكتب محبب لقلبي مرة. هنا الأوراق والدفاتر والمنظمات، الأوراق اللي استخدمها بشبه يومي، خرامات، دباسة. هذه فيها ذكريات، يعني زي الكتاب كده بس فيها الرسائل، الذكريات من صديقاتي، ذكريات يعني. وهذا نفس الشيء. وهذا ألبوم ما استفدت منه، ما ادري ايش اسوي فيه. هنا القطعة خشبية اللي اشتريها من عدة مواقع يعني، فحاطاهم في البوكس. بس هذه كلها برايات. وعندي هنا غير البراية الكهربائية، هذه براية يدوي كذا، وهنا براية بطارية، براية مدري أنواع برايات. وهنا بعض الستيكر والصمغ والأشياء اللي زي كذا، حاطاهم في السلتين هذه. الدرجة هذا الأشياء اللي أستخدمها يعني شبه يومي في درج المكتب يعني. نوت واشتي بأشياء بسيطة يعني. الأختام حقتي اللي أختم بها في الأعمال. هنا أوراق، وهذه الأشياء الكبيرة حاطاها في الدرج اللي هنا. المنشفة يعني برضه نفس الشيء. شوفوا لاحظوا إني أنا معلقة توصيلة كيف في المكتب من تحت عشان الأجهزة. هذه هو كذا. السلة هذه كلها أشياء تحتاج تصوير، صورتها وما قد منتجت ولا شيء يعني. في عندكم فيديوهات قادمة أبشركم. وهنا برضو في أجهزة تحتاج تصوير وبرضو ما صورتها ولا حتى استخدمتها. هنا الأشياء اللي الأوراق، الدرج هذا اللي تحت الأوراق اللي استخدمه شوي يومي. الدرج هذا أقدم درج يعني سويته يعني، اشتريته وركبته، هو أول واحد بدأت دقبشته يعني. زي ما انتم شايفين المقابض غيرتها بورق الذهب، حطيت ستيل في الأدراج، والبوكسات نفسها من برا سويت لها ديكوباج. دواكر ولواصق، وهنا جميع أنواع اللصق تلاقونه في هذا الدرج. وأبشركم كلها خلاص راحت في التغليف حقت النقل. هذا كرسي المكتب الرئيسي، بوريكم هو. طبعا المخدة هذه أنا طابعتها برضو، حطيت فرو كده عشان تكون ناعمة، لأن البسس عندي الجلد خدشته مرة، فحطيت هذا الفرو عشان يغطي عليه. والمخدة هذه أنا سويتها، خفضت الإضاءة هنا. طبعا كان نفسي طبعا أغير، أقول لكم إن نفسي أغير القطعة اللي تحت ذهبي بس ما عرفت. وهذا كرسي عادي يعني حق البحر، الرحلات كده، بس حطيت له لحاف زايد، لحاف عندي حطيت له وجاكيت، صار شكله يعني حلو. شفتوا كيف منثرة، شرحته وحذفت المقطع. هنا عندي نبتة ضعيفة، قلت لكم من كثر السفر أغلب الشجر عندي مات، فمسوي لها الإضاءة حقت النباتات. الأدراج هذه من الجهة الثانية من هنا. نشوف الآن الركن الكوفي والأدراج هذه أدراج برضو أنا ركبتها جديدة، وما لها مقابض. المقابض طلبتها من علي اكسبريس، لونها فضي طبعا، وحطيت لها ورق الذهبي، وحطيت لها ورنيش فوق ورق الذهب، وحطيت لها الستيل، فطلع شكلها مرتب لايق مع الغرفة. هذه هنا أشياء شوية شموع وبخور حاطها كذا مع شمع. وهذه رسوماتي مغلفها تغليف حراري وحطها على الجدار كذا. كورنر بسيط معلق على الجدار، هذه الأكواب والأكواس يعني حقه، بس إني أشرب في نفس الغرفة يعني، أشياء بسيطة. في مطبخ صغير يعني موجود جنب الغرفة، بس هذا يعني بسيط يعني. الغلايتي شاهي، أشياء بسيطة يعني، بسيطة يعني أشربها. أي طاحت. آه البخور ما شاء الله. أحس حلقي مرة نشف. هنا منطقة الخميس مرة جفاف. شوف القشر. هذه رسمة قديمة صغيرة كذا، هذه رسومات. النبتة هذه التعبانة المسكينة. حتى الإطار هنا غيرت لونه. الغرفة كلها أبيض فأبيض، فغيرت لون الإطارات شوي، حطيت شوية ألوان يعني. شوفوا الفكرة كيف. هذه طبعا كانت مثبتة كذا بس فكت. هنا الرسومات هذه حطها تحتها الأكباس حقت اللمبات، فحلوة يعني كفكرة يعني. عدلتها في الكورنر تغطي على الأكباس. وحطت طبعا
اللمبات حق التسريحة حطيتها كده في ورا عشان تعطي ضوء للكورنر من فوق، مرة حلو. نجي نشوف الأدراج زي ما قلت لكم. الأدراج هذه طلعت من علي اكسبريس، غلفتها بورقة ذهب. طبعا هذه تحطين ورقة وتكتبين يعني كل درج ايش فيه، هذه فكرتها. وحطيت لها ستيل. أول درج في الأجندة حقتي وأكياس حق التغليف حق الطلبات. ذكريات. هذا أول درع وأول مشاركة لي في مصر مع روعة عربية. حاطة هنا أمي متحلفة لو تشوفها تكسر، تقول هذا صنم. شوفوني مبهدلة، أهم شي خلص تصريح عشان الفقراء. هنا هذه أنا ما أدري ليش محتفظتها، أتوقع إني كنت أبغى فيها قصاصات الورق الورود، وهذه تكون مرة قطع صغيرة، فمحتفظة بالعلب دي عشان أحطها فيها. وهذه حقت الطباعة. وهنا برضو هذه الأشياء حق مشاريعي. شايفين قطع صغيرة، ففكرت في البوكسات العلب الدواء بس رميتهم خلاص. هنا برضو الأشياء اللي تزيد حقت المشاريع حاطة هنا عشان أستفيد منها، عشان لما يكون عندي طلب بسرعة أنتج، ما أجلس أقطع وكذا، ياخذ وقت تقطع الورق سواء كان بالجهاز أو بالبكشوت. وهنا برضو حقت الطباعة، هذه حقت العرايس. هذا أول مصحف هدية جاني. هنا كفرات الطباعة برضو، سكر، شمعة. هنا بعض الأوراق حقت الكرافت. كرافت هنا. هذا كفر ما أدري وين جاء، برضو استخدمها في الثيمات. هنا كفرات كنت أبيعها حرارية وما أدري إيش، انتهت مدتها. وهذه الرموش حق سيارتي ما قد ركبتها. وهنا النانو من نانو. وهنا صور مسدس. هنا في أحرف خشبية صغيرة حطها في البوكس هذا. هذا أوريكم، لازم أشيل هذا. شوفوا كيف مبهدلة أنا. أهم شي أنتجت الفيديو، مو مهمة يعني قبل ما أعفش وكذا يعني. وتقريبا في أشياء كثيرة شفتها لو شفت الصالة برا. هنا أشياء صوف وكذا خيوط. هذه حقت الإكسسوارات المعادن. هنا السلاسل الخرز، وهذه كلها حاجات الأعمال يعني اللي أنا أستخدمها. وهنا برضو الصوف. وهذا برضو حقت الأعمال كنت أطبع عليها طباعة طبعا. نجي نشوف الدرج هذا. شرايط وخيوط، شرايط وكلف، شرايط وكلف، كلها للتغليف. شوية شرايط، شوية أشياء دعافش. بتكلم بلهجتي ما علي منكم. وهذه حقت التغليف برضو الهدايا. هنا برضو الدبابيس، يعني الدرج هذا أتوقع إني فضيته. وهذه برضو حقت الكروت. هذه أشياء تنحط في الكروت يعني لها طريقة معينة، فمجمعتهم في الدرج هذا. وفي برضو هنا لول النص وهذه الأشياء. وهنا الخرامات والدبابيس حقتها حاطاهم هنا. وهنا خرامات الأشكال، الشموع. وهنا برضو خرامات. وهذه الغرفة اللي كنت أشرح فيها الدروس والدورات وأسوي فيها مشاريع الطباعة. هنا أقول لكم من المخادات الثلاث، لأني أنا عندي مشكلة في الرئة، فلازم يعني كن ما أنام على طول، لازم في شي يرفعني شوي. وهذه الغرفة اللي أنتجت فيها وعشت فيها أجمل الأيام، لها ذكريات. جايتك الأباجورات، أبغى أنقل الأباجورات بأي شكل. المشكلة إذا رحت حتى العداد مفصول، فلازم معي أحد عشان يفك الأباجورات. لازم أفككها أنا أول شي الكريستالات اللي فيها، بعدين يجي واحد يفصلها لي. أبغى أنقل أنا جديدة ما استمتعت فيها، فبنقل الأباجورات إن شاء الله. وبس هذه الغرفة نشوفها كده من بعيد. الله، الذكريات الحلوة، الرسومات أيام منصة الأضواء والموجات.
طبعا قلت لكم هذا تشوفونه ضيقة، مو ضيقة لاني انا اسحب المكتب هذا جهة الستارة، فتصير عندي مساحة. الجدار هذا خليته فاضي لأن حسيت الغرفة مزحومة. أنا أشغالي كثيرة، يعني عندي ميولات كثيرة، وهذه هي الغرفة الوحيدة يعني اللي أخذ راحتي فيها، فأسوي فيها اللي أبغاه يعني. الكورنر نقلته طبعا ومرتب مع الغرفة الجديدة، بس إن شاء الله تخلص الغرفة الجديدة وأصورها لكم. الغرفة الجديدة حيكون فيها ستاندات رسالة ما شاء الله واسعة. هنا أقول لكم بشرب موية حلقي نشف نشر، ويا ليت الصوت تسجل. الستارة بوريكم، طبعا طفيت اللمبات عشان تشوفوا إن في الستارة لها إضاءة برضو من الخلف، بس ما كانت واضحة لأني كنت أصور في النهار. دحين أوريكم إيش تحت الستارة. غطيت عشان تصير تساعدنا نفتحها. هنا كذا صورة كذا عشان أوريكم الألوان. شايفين لونها رمادي، لما طفيت اللمبات واضح رمادي، بس اللي يدخل الغرفة يقول أبيض، بس مع التصوير هنا مع الإضاءة طلع لونه رمادي واضح، يعني رمادي على فضي فاتح جدا جدا. الحين إن شاء الله غرفتي هذه عقبال ما أسويها بوريكم هنا إيش ورا الستارة. أتذكر إني أنا سحبت وريتكم إيش تحت الستارة، بيجي المقطع أوريكم بالأباجورة اللي ما نقلتها. سبحان الله البيت اللي شريناه طلع نفس الأباجورات. أنا الأباجورات شريتها قبل ما نشتري البيت اللي إحنا دحين نقلنا له، فسبحان الله طلعت نفس الأباجورات اللي في البيت، فبقى نقولها دحين مكيف مغطي على الستارة. هذا شكله الواقع، بس غطيت إذا المكيف طافي وعندي تصوير كذا أغطي وبس. هذه حياتي، أجمل حياة في هذه الغرفة. الأدوات البسيطة، شعار الذكريات. أحط لكم حساباتي تحت صندوق الوصف، وأتمنى أنكم تتابعوني وأتشرف بكم، وأتمنى أن الفيديو عجبكم وما يكون ممل لأنه شوي طولت، حاولت أقص قدر المستطاع. وفي فيديوهات قادمة وفي منتجات جديدة راح أشرحها خاصة بالفن، وفي دورات قادمة إن شاء الله، فأتمنى تكونوا معايا. لا تنسون تضغطون على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وتفعلون الإشعارات، جرس الإشعارات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. معاكم زاد حمادي، مدربة الفنون، الفنان التشكيلي. See you.